كان تجي رجمات السناتر عملاء يكو حرم وتشتكي الدهان المنطقين تلقى الله نحن حطينا ما شلون كذا واجبوكم يجبوكم بزاف كبد دار تحضر شيء دار تحضر انسان هو خفضات نشوفنا كذا ويقول له مش جنبك. بشكل عام نحن صار لنا اكثر من 10 سنوات بلشنا بالثوره وقدمنا تضحيات كثيره. لولا تقديمنا لها تضحيات ما كنا عايشين هذا الوضع اللي نحن عم نعيشه هلا. يعني الحياه اللي نحن عم نعيشها هلا كلها نتيجه فضل تضحيات الشهداء اللي قدموها وحافظوا على امن واستقرار المنطقه. في بدايات الثوره صارت اشتباكات في تلكوشر، في رمانانا شيخ، في قحطانيه. لولا هاي التضحيات كانت داعش هلا موجوده وما حدا منا كان يقدر نجتمع ولا نعيش هالحياه اللي نعيشها. خلي الكل يعرف انه الدوله التركيه هي مو عدو بس للشعب الكردي، عدو لكل المكونات، حتى للمكون العربي وللمكون الكردي وللمكون المسيحي، لكل الطوائف الموجوده. وهذا الشيء التاريخ عم يثبته. في قديما عملوا مجزره للارمن، حكموا هاي المناطق 400 سنه، اعدموا قادات العرب، ونفس العمليه عم يعدموا الكراد. فالدوله التركيه هدفها هو القضاء على مشروع الامه الديمقراطيه الموجوده. فرغم كل هالظروف اللي نحن عم نعيشها، من كل هالصعوبات، ما زلنا عم نقاوم، عم نقدم تضحيات، وما زلنا متمسكين بالنصر وبمشروع الامه الديمقراطيه. فالدول المهيمنه دائما تستخدم كل الوسائل والاساليب مشان تضرب مشروع الامه الديمقراطيه. تركيا تستخدم كل الوسائل في سبيل تكسب اصحاب النفوس الضعيفه وتشتريهم، تعاملهم جواسيس لتاخذ معلومات. يعني بمعنى المجمل الحديث انه هاي الدول المهيمنه بقدر ما تستطيع عندها قوه وامكانيات ما راح تخلي انه هالثوره تنجح، راح تحاول تضرب المكونات ببعضها. نحن الموجودين هون هلا من المكون العربي، من المكون الكردي، من المكون المسيحي، هذا المشروع اللي اثبت نجاحته وجدارته، فالكل متربصين بهذا المشروع. والنقطه الاهم انه الدوله التركيه مصره، يعني من شهر نيسان لحد الان ما وقفت هجمات على جبال قنديل. الهدف هو ضرب قوات الجيريلا والقضاء على جيريلا، وبعد منا لانه هن اللي بيقودوا حركه التحرر، فهدفها لما تقضي على جيريلا بعدين تقضي على روجافا بكل مكوناتها شمال شرقي سوريا. زفت لينا بقايا لينا، يعني دارك كولاين وافاقات شكري معنا ولي شغله ابتدي سي صاله سي رابور شغال شروع تمام ابيك وكدي تر اب خوازن اب طاقن هذا بين كالحسك قامشتو اب كهرباء توفير. يعني مر في باشر رح نجيب كحاري مجبلا رح نجيب وكا الاب التوفير هنا شنو بحاري درسن بحاري قالنا بس تحشر شكرين حاري والله يجقب وراك تشقاس باشا ليش وبهنا ميشا وصاروا كيما هكذا مين فاشل والله سي جرى طبعا يصير شو اما احتمال امبريالك يفكر نتن المصلحه خوني خوناج عندك هاي والله خان جراب الباشا هاي تمام اما بيقى ابو ما بلاصتك عندي خاري بدي خاري شاري خرابيه، يعني تازه خرابيه، بس باش كانت بارانتي تبيك والله افي وحري وتظهر كيما الدار اللي دايره هر اللي بس بالنسبه لي على الاقل بقايا بكي يعني تمام ابن بس